kõrbes on vaid kevadel looduslikku rohelust. Muidu on luuleklassikat tsiteerides igav liiv ja tühi väli. Jordaanias on kõrbesse rajatud aga mitu pagulaslinnakut. Elatakse soojakutes, iga soojaku ümber on tröstitu liiv. 100 000 Süüria sõjapõgenikud ootavad siin rahulikumat homset. Eesti riigi abiga on põgenikud osakese kõrbest muutnud aga vilja kandvaks maaks. أهلا وسهلا فيكم. أنا بسام الجبر وهذا بيتي المتواضع وحديقتي الصغيرة اللي اشتغلتها بإيدي أنا وأولادي وزوجتي. الحقيقة إحنا زرعناهم بناء على الحاجة، فنحن تقريبا شبه مكتفين ذاتيا من هاي المواد. عندي بعض الأعشاب، البقدونس، الكزبرة، الفول، الثوم، البصل، في شوية أشجار مثمرة مثل عندك هاي الليمون، هاي الخوخ، هاي الرمان، هاي الزيتون. بالبداية التربة ما كانت صالحة للزراعة، فنحن علشان هيك كنا نأخذ بقايا الفواكه والخضار ونمزجهن مع التربة ونتركهن كم يوم لحتى يتخمروا وبعد هيك نزرع. فيعني احنا حاولنا نعمل بيئة تساعدنا على الجو وعلى الغربة وتعطينا جو لطيف. نجتمع هنا المساء احنا والأصحاب والإخوان والقرايب ونتسلى ويكون جو لطيف وحلو. ومنها بتساعدنا اقتصاديا شوي، لأنه هاي المواد كلها نحن بنشتريها من السوق كنا، بس حاليا شبه اكتفاء ذاتي، يعني وفرنا نصف الكمية تقريبا من هاي المواد. وبعد فترة طبعا هاي الليمون نفس الاشي والتين والفول. فأهلا وسهلا فيكم. تعال فوت لجوا. ايوه حطهم بالسلة، روح حطهم بالسلة هذيك. ايوه جيب كم واحدة. Daraa linnast pärit Bassam on hariduselt inglise filoloog. Leiba teenib ta Jordaania pagulaslaagris inglise keelt õpetades ja abiorganisatsioone aidates. Temaga koos elab pagulaslaagris 5 Al-Jabride põlvkonda. Vanim on tema üle 100-aastane vanaema. المنطقة هون معلم الحقيقة كثير بيجوا ناس بس مشان يشوفوا يصوروا الأشجار، لأنه متوقعين إنه هاي المنطقة أصلاً ما كان ينبت فيها إشي أشجار. شجرة الكينة هاي من أول شهر وصلت فيها، جبت شجرة كينة وزرعتها جنب الخيمة، كان خيمة ما كان في بيت، وكنا نزقيها يعني بالكاسة لحتى صارت. فهي من عمر مكوتنا هون بنفس الشهر، عمرها نفس عمر وجودنا في المخيم. Jordaanias suurem osa moodustab kõrb ja riigis on suur puudus magedast veest. Et kõrbes põllumajandusega kuidagi saaks tegeleda, siis on Eesti välisabi rahaga ja mittetulundusühingu Mondo abil Saateri laagrist linnulennult 60 kilomeetri kaugusel asuvasse Azraqi pagulaslaagrisse rajatud niisutussüsteem ehk tarbevetaristu. Ka aitab mittetulundusühing Mondo korraldada noortele laagrielanikele aianduskursusi, kuid esmalt tuli kõrb võita põllumajandusele. وقت ما اجينا لهون هي الارض كانت لا مزروعه شيء ولا شيء، استصلحناها الارض، بلشنا فيها نساوي مساكن ونجيب الترب من برا ونعدل على الترب نفسه ونعمل اشكال، يعني شيء تطلع نزرع فيه، نروح الاعشاب الضاره، نريح الارض، نعطيها سماد، نقويها، لانه كانت ما حدا كان عليها، يعني ما كان حدا يشتغل عليها بالمره. يعني احنا عملناها من الالف الى الياء، من البدايه للنهايه لحتى وصلنا لهي المراحل. Ma olen keset kõrbe, aga tunnen kuidagi kodune, sest ümberringi on tuttavad taimed. Oad, münt, sibul, redised, suhkrupeet, päevalilled. Ja see kõik kasvab siin soolase maa ja veepuuduse kiuste. Kuigi kõik värsked aiasaadused on Jordaanias kallimad kui Eestis ja inimeste sissetulekud madalamad, ei kasvatata põgenikelaagris aiasaaduseid vaid toidu saamiseks. Eesmärk on sisustada päevi ja õpetada lastele põllumajandust ja maandada pingeid, et vähendada koduigatsust ja viia mõtted karmilt laagrielult eemale. صوتين مشان يفرغوا الطاقات السلبية تبعهم وتشجعهم أكثر على الزراعة ويفرحوا فيها، يعني ويدوقوا إنه هذا تعبي، هذا شغلي، يعني يحسوا فيها ويلاقوا بالبيت عندهم مزروع، مثل ما زارع هون لازم يكون عندهم مزروع، شلون يستصلحوا الأرض وينتشوا منها. على هي الخضروات في عندنا الزهور كمان مشان يعملوا مدخول صغير له.
Muhammad sattus Azraqis aiandusõpetajaks juhuslikult. Alguses oli ta abiõpetaja, aga ühel päeval võttis ta aiandusringid ja maaharimise enda kanda. هلا نحن هون بالحديقة بنزرع فيها تقريبا من 15 ل 20 نوع، مثل البقدونس، الكزبرة، النعنع، الفول، الكوسة، البصل، الخس، الشوندا، الجرجير، البقلة، في عندك هون اللوبيا، الملوخية، الخس، في كمان الزهرة، يعني أنواع الحمد لله كله متوفر عنا وأكثر. يعني في عندي الشوندر هلا صار مرحلة التبذير لأنه خلص وقته، كله هذا مزروع. الخس نوعين، الكزبرة بس. هلا هون بس الأكل، أما الورود عندك هون الوردة الجورية، الروز، الياسمين، الجاردينيا، المكانس بنعمل فيها موديلات، المليسة مشان نسوي فيها زهورات، المليسة، النعنع النوع الثاني للشرب، الميرمية، يعني أكثر. وفي شجر تبع الزينة اللي هون حاطينه إذا شفتوه، وهدول هدول بيشربوا مي نظيفة. دي اللي برا تبع الكروتا بنسقيهم على الطنقة كمان كميات قليلة كافي يعني لإله. هلا أنا هون بحتاج إنه وقت أكبر وتغطية، يعني لأنه هون شوب وحرارة كثير، بضطر إجي الصبح قصي والعصر قصي على مرتين بالنهار. بحاول إنه ما تدبل بلاحقها أول بأول مشان لاحق إذا من الشوب، لأنه أيام الصبح شوب بتلاقي أيام برد بصير إلى لفحات متأخرة، بلاحقها بالبخ بالأدوية، بضل لاحقها بالسماد مشان تعطيها الفوائد القوية، تضل باللون الحلو، اللون هذا الحلو. Esmapilgul võib Eesti abi tunduda väike, aga veepuuduses vaevlevas Jordaanias on kasutatud pesuvee puhastamisest ja sellega peenarde kastmisest põgenikele suur abi. Taimede kasvatamine on ka teraapia, mis aitab laagri koledas ja üksluises keskkonnas tekkivat depressiooni tõrjuda. Ka annab see võimaluse säilitada oskusi, mida nende laste vanemad ja vanavanemad tähtsaks peavad. هي زرعنا الفجل وصار بمرحلة النضوج وجاهز للأكل. طعمته طيبة كثير وحلو، مو حد.